أنا صافي وده بودكاست بين السطور. الحلقة اللي فاتت عرفنا إن الحساسية مش ضعف، بالعكس دي هدية. الحلقة دي هنكمل الرحلة، هنفهم أكتر لو أنا شخص حساس إزاي أتعامل مع نفسي ومع اللي حواليا. دكتور إلين بتقول لنا قبل ما تجاوب على السؤال ده لازم ترجع لورا شوية. الطفل اللي انت كنت عليه زمان. دكتور إلين بتقول عشان تفهم نفسك النهاردة من موقعك هذا لازم تبص على الطفل اللي كنت عليه زمان، لأن الشخص الحساس جدا كان من صغره شايف وسامع أكتر من غيره. الأهل أحيانا ما بتبقاش فاهمة طبيعته، فلما تعيط يتقال لها إيه الدلع ده، ولما يخاف يتقال له استرجل ما تكبرش الموضوع. فبدأوا يصدقوا إن فيهم حاجة غلط وإن حساسيتهم دي ضعف مش تميز. دكتور إلين بتقول إن البيئة اللي بيتربى فيها الطفل الحساس هي اللي بتحدد مصيره. لو اتربى في بيت فيه هدوء وتفهم هيطلع إنسان عميق ومبدع، قلبه واسع، بيفهم الناس بسرعة. لكن لو اتربى في بيت فيه نقد وزعيق وتوتر هيبدأ يشيل كل ده جواه، والحساسية تتحول من نعمة لوجع. وده مش ذنبك يا صديقي، بس مسؤوليتك انك تبدأ تصلحه النهاردة. فلو انت كنت من الناس اللي طفولتهم صعبة ما تقلقش، دكتور إلين عندها الحل. بتقولك انت تقدر reparent your gifted self. يعني ايه الكلام ده يا دكتور إلين؟ ما تكلمينا عربي. يعني انت تقدر تربي نفسك من جديد، تكون الأب أو الأم اللي كنت محتاجهم زمان، تدي لنفسك اللي كنت بتدور عليه، بس بحنية المرة دي من غير لوم ولا نقد. وأخدت بالك يا صديقي من كلمة جيفتر دي؟ يعني مش مجرد حساس، ده شخص عنده نعمة كبيرة في الإحساس والفهم والملاحظة. السر هنا بقى إنك تعيد النظر، تشوف طفولتك بس بعين جديدة. مش لازم تلومي نفسك ولا ترجعي تلومي اللي فات، كفاية تشوفيه بعين الفهم مش بعين الوجع. بدل ما تلوم نفسك وتقول أنا كنت ضعيف، قول أنا كنت طفل ومحتاج أمان أكتر. بدل ما تفتكري إنك كنت بتأفوري، قولي أنا كنت بحس بس أكتر شوية من سني. ويمكن تحسي إنك عايزة ترجعي تعتذري للطفلة اللي كنتيها، اللي كانت بتحس زيادة وتخاف بسرعة وتفتكر كل حاجة بتوجعها. اللي حصل زمان مش ضدك، اللي حصل زمان هو اللي شكلك وعلمك وصنع إحساسك العالي. بس النهاردة دورك إنك تعيدي تربية نفسك بحنية بلطف، تعامليها بنفس الحنان اللي كنت محتاجاه زمان، من غير ما تلومي أهلك على طريقتهم، لأنهم أكيد قصدهم ساعتها إنك تكوني أحسن، والطريقة اللي كانوا بيتعاملوا بيها كانوا فاهمين إنها أحسن طريقة. مفيش وقت متأخر إنك تكوني الحضن اللي كنت محتاجاه زمان. ولما تتعلمي تحتوي نفسك، تسمعيها من غير ما تهاجميها، تبدأي تعرفي كمان تحتوي الناس اللي حواليك. لأن اللي هيتصالح مع طفله الداخلي بيفهم الناس بعمق، بيتعامل بحنان بدل حكم، بيسمع بدل ما يرد.